شكر العربية اللي تفتحت من تطوان، شكر العربية، والله ربي يزيد فيها ويزيد في المسلمين كل شيء. السلام عليكم. انا بغيت نقول لكم واحد التوضيحات على هذا المطار اليوم، وهذه الفرحه كبيره اللي فرحنا بان المطار تطوان بدا كيستقبل الطيار من كل مطار، والحمد لله يا ربي لان كنا معذبين ودابا انا طالعه هولندا روتردام، فانا جبرت هذا الطياره بحال الماء الحلال. حنا فرحانين بزاف وكثر هذا الشيء اللي وجدوا لنا، عطاونا واحد القيمه وفرحانين بينا، وكنتمنى تزيدوا للقدام ويفرحكم ربي حتى نتوما. ممتازه بزاف لان كاينه عربيه طنجه، ولكن دابا حنا في تطوان جاتنا ممتازه بزاف، مبادره مخيره. الحمد لله هذه الفرحه هذه تدوم علينا وتبقانا دائما، كنتمناو تبقانا دائما. الصراحه هي هذه عربيه ولفنا فيها، عربيه مش شحال هذه وهي خدامه من طنجه، ولكن جات من امستردام، هذه فسخانه بدات امستردام واليوم بدات روتردام. مبادره مخير مزيانه الحمد لله الحمد لله. اير عربيه مشى روتردام، حنايا فرحانين بزاف. انا اليوم جد سعيد بالحضور ديالي مع العربيه للطيران في مطار مدينه تطوان، واللي بمناسبه افتتاح واحد المجموعه من الديستنيشنز جديدين، وجهات جديده ديال الرحلات لتقريب المسافات بين الاحباب والاصدقاء. فاليوم كانت المناسبه ديال افتتاح يعني ديستنيشن وجهه جديده من تطوان لروتردام، والبارح كانت من تطوان لباريس، واضافه الى الوجهات الاخرى التي تم فتحها هنا من مدينه تطوان الى المدن الاخرى في الاوروبيه وغير اوروبيه. وانا جد سعيد ومزيد من التالق ان شاء الله، وشكرا جزيلا العربيه للطيران. اسماعيل أدراق، قائد مطار تطوان ثاني ترمل. نحن سعداء هذا اليوم بافتتاح هذا الخط الجوي الجديد الذي يربط مدينه تطوان بمدينه روتردام عن طريق شركه الطيران اير عربيه ماروك، واللي غيكون ان شاء الله بواقع رحلتين في الاسبوع. وهذا انما يدل على التطور الكبير الذي يشهده مطار تطوان من حيث حركه النقل الجوي الدولي بالخصوص مع اوروبا. مزيانه المدينه، يعني العربيه يعني افضل ما كاين في الخطوط يعني في العالم كاع. يوصلكم كل جديد على قناتكم شمال بوست. ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك وزر الاعجاب، وخليوا الاراء ديالكم في التعليقات.